السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي والكورة دايما مجنونة. النهاردة بنحلل مباراة في كأس آسيا في قطر، وما كناش نقدر ما نحللهاش ونتكلم عنها عشان كانت بتضم فريق عربي قريب على قلبنا وبنحبه، أسود الرافدين العراق، اللي بيتلقبوا بأسود الرافدين، ضد اليابان اللي فازت بكأس آسيا 3 مرات وتعتبر من الباور هاوس، من الفرق القوية في آسيا. العراق النهاردة أنا في نظري عملت مفاجأة سارة وجميلة، غلبوا اليابان 2-1. ما شاء الله على العراق، اتأهلت كده كأول مجموعة من مجموعتها. أول فريق واحد اسمه اللي جاب الجونين العراق لعيب شاطر اسمه أيمن حسين. أول جون جابه في الدقيقة 5، وبعد كده في الدقيقة 45 في الشوط الأولاني. وبعد كده بقى اليابان هجمت بضراوة وهجوم ومش عارف ايه وكده، والحمد لله ما عرفوش يجيبوا لنا جول في الدقيقة 93 في الوقت بدل الضايع. مفاجأة كبيرة وحلوة وسارة للعرب. العراق لو فضلت على كده بالقوة دي ممكن توصل بعيد في البطولة دي، وانا قلت قبل كده البطولة دي هتنحصر بين قطر، اليابان، ساوث كوريا اللي هي كوريا الجنوبية، والسعودية طبعا. بس دلوقتي احنا شفنا العراق ما شاء الله، هي فازت بالبطولة قبل كده مرة، بطولة كأس آسيا. فيعني نتوقع ان العراق هتعمل ماتشات حلوة وهتبعد بعيد في البطولة دي. كل التوفيق لأسود الرافدين والفريق العراقي حبيبنا، وإن شاء الله نشوف له كل الماتشات اللي جاية ونحللها مع بعض، ودايما على خير وعلى صحة وعلى سعادة وسلام. واشكركم لحسن المتابعة. يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة والفيديو وتعملوا فولو، ونشوفكم دايما على خير. اشكركم، كل سنة وانتم طيبين.